بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده كان في شتاء كتير جدا جدا، والجو طبعا برد زي ما احنا عارفين. شتاء يعني ايه؟ شتاء يعني البيوت المصرية كلها فيها ايه؟ يعني فيها عدس. اول ما الدنيا تشتي تروح البيت تلاقي امك عامله عدس على طول. قلت اعمل معاكم العدس النهارده بطريقه خفيفه وجميله كده للبنات اللي لسه ما يعرفوهاش، او للبنات اللي لسه بتتعلم، او لو تكون واحده متجوزه كده لسه جديد وعاوزه تعمل عدس ولا حاجه. قلت ابسط لها الطريقه خالص كده، اوريها بتعمل ازاي بابسط واسهل طريقه. يلا بينا نبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب نص كيلو عدس ونغسله كويس ونحطه على النار. كيلو ب50 جنيه الايام دي يا جماعه، نص كيلو ده ب25. يعني مهما كان غالي بس اكله موفره برضو. النص كيلو بيعمل حله كويسه كده، في ناس بتعمل ربع بس. بحط بقى عليه جزرايه وبصلايه وطماطميه وفصين توم وبطاطسايه متقشره. اللي انت عايزه تحطيه حطيه، يعني كل الحاجات دي بتديه قوام وبتديه غذاء وبتديه كويس، بتخليه كويس يعني. بس حط عليه الميه على النار، ونسيبه يغلي من غير اي اضافات تانية. ما نحطش ملح ولا نحط بهارات ولا اي حاجه. طبعا البطاطس والجزر والحاجات دي بتستوي بسرعه، انما البصل بيغيب شويه، فاحنا بنصبر عليه اما البصل يستوي. بياخد بالظبط حوالي من بدايه الغليان نص ساعه. البنات اللي لسه بتعلم يا جماعه، العدس بيقعد من بدايه الغليان نص ساعه على النار يستوي عشان البصل يستوي. طبعا انا ما بعملوش تقليه يا جماعه، انا بعمله بالطريقه اللي هي كله على بعضه كده، حاجات خفيفه زي السوتيه كده، مش بعمل له تقليه خالص عشان يبقى خفيف وجميل كده، ما يبقاش يتعب. بس لو عايزين تعملوا تقللوا بصلايه في الاخر وتحطيها تحمريها كويس وتحطيها، ما يجراش حاجه. خلاص العدس بتاعنا استوى، هو عدى النص ساعه بتاعنا، كل حاجه استوت. البطاطس استوت والبصل والطماطم والجزر وكل حاجه استوت معانا. هسيبه يبرد حوالي ربع ساعه، واضربه في الكبه او الخلاط واصفيه وارجعه على النار تاني. طبعا التقل والخفيه ده بايدي انا بقى، عايزه اتقله حبه عايزه اخففه حبه. انا هنا سايباه خاف لاني احط شعريه، وام الشعريه طبعا بيتقلوا. خلاص يا جماعه انا صفيته وزي الفل. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل وشويه شطه وشويه كمون. ولو عايزه احط مكعب مرق احط، تديله طعم كده وتخليه جميل، بس مش اكتر من كده. اقلب البهارات كويس وادوق ملحي، لو محتاج ملح كمان احط. بيدفي يا جماعه العدس في الشتاء وجميل واكله موفره، يعني 25 عملنا حله عدس حلوه. طبعا 3 4 معالق شعريه بحمرهم واحطهم برضو عليه، وهدي النار واقلب بالراحه عشان الشعريه بتاعتي ما تلزقش. يعني اقلب تقلبتين كده عشان الشعريه ممكن تلزق تحت. بياخد بالظبط حوالي يعني 5 دقايق او 10 دقايق، لان الشعريه بتستوي على طول. واطفي عنه، وبألف هنا وشفا يا جماعه. اكله سهله وجميله وخفيفه، ما بتاخدش وقت خالص، ومريحه وزي الفل. اهو شكله النهائي اهو يا جماعه بعد ما استوى والشعريه بتاعته استوت، ما شاء الله. شايفينه؟ تكليب رز تعمليه فته زي ما انت عاوزه بقى. اتمنى يا حبايبي الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه، ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. واستودعكم الله يا حبايبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.